السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة اليمين الإماري والحمل العصافير. النهاردة إن شاء الله أصور لكم مراحل الزغاليل. أدي كنا مصورين امبارح وأول امبارح أما طلعت وتاني يوم طلعت البيضة التانية. ودي ما شاء الله الزغاليل أهي. بصوا يا جماعة سرعة النمو ما شاء الله، الله أكبر. طول عمره 4 أيام بالظبط. حد يصدق ما شاء الله بالحجم ده عمره 4 أيام كده. النهارده يعني بقول لك اليمام ما شاء الله ما الشغل عندك عنده سرعة نمو ما شاء الله رهيبة، غير الحمام ما شاء الله عمره 4 أيام ما شاء الله، الله أكبر. عامل ازاي؟ واكلين كويس طبعا. هات لهم الأكل العادي عشان لو حد قال لي أنت بتأكل ايه، كلفة الحمام العادية اللي هي الذرة العويجة والقمح والفول والبسلة والعلف، وإذا كان فيها عدس أو أي حاجة زي كده، أي حبوب مغذيات. هي طبعا بتمدهم بالبروتينات وبتدي طبعا الام والاب صحه كويسه وبياكلوا الزغاليل. ولازم اكون ادام بياكلوا احط لهم اكل زياده بحيث ان هم ياكلوا وبياكلوا الزغاليل على طول، وبعد كده هم ايه بيبتدوا هم ياكلوا. طبعا ما شاء الله التغذيه السليمه هي سببها كده كبر الزغاليل. وما شاء الله زي ما انتم شايفين اهي النتايه الله اكبر عليها ما شاء الله، حنينه ومدفيهم كويس ومراعياهم. طبعا هي مش قاعده رؤوس البيض، لا هي عارفه هي قاعده ازاي، بحيث اللي هي برضك ايه تسيبهم يتنفسوا وتبتدي تأكل فيهم وتظبط فيهم. طبعا زي ما احنا متعودين لا نمسك ولا نعمل اي حاجة ولا نقلب فيهم ولا كده. انت شفتهم اول مرة خلاص مفهومش اي مشاكل تمام. اللي عايز بقى يدي في الفترة دي فيتامينات يدي، اللي عايز يدي كالسيوم يدي، مثلا عايز مثلا تحط لهم مثلا اعلاف، اكل عصافير، اي علف اي بروتينات اي حاجات يعني مفيده ليهم ادام بياكلهم والاكل ما بيفضلش في جسمهم خلاص مفيش اي مشاكل. طبعا نرجع تاني ما شاء الله الجزء اللي كنت انا بصور ولقيناه مره واحده كسر وانا بصور في الفيديو. اهو الجوز اهو اللي كان بيجري وراها. زي ما انا عرفتكم يا جماعه، طالما متجوزين واشتغلوا عندك قبل كده والذكر بيزوف ويضرب النتايه جامد، يبقى كده بنقول لها على حصى وعايزه تبيض. مسافه ما حطيت لهم حتى البرسيم لسه اخضر اهو، حطيت لهم القش وكسر وانا بصور الفيديو. ما شاء الله بيضت اول بيضه، وهي شكلها عليها البيضه التانية عايزه البيضه اهي. اهي البيضه تحتها يا جماعه اهي ما شاء الله البيضه تحتها اهي. اهي هنكتر اهي. ادي اول بيضه بيضاها كانت امبارح اخر النهار بالليل، كنت طالع ابص عليهم بالليل. لقيتها ما شاء الله بيضه محصيه. فالحصوايه ميعادها النهارده برضك، ممكن اخر النهار ممكن في الليل نفسه. ما شاء الله برضك يعني مأكلهم تمام. و حاطط لهم قش على طول. اول ما لقيتها كده القش على طول زي ما انتوا عارفين سحره لوحده يحنن اي جوز شغال متعاصي عن البيض او الشغل او النتايه مش عايزه تبيض او كده. اعمل لهم ركنايه في الزاويه بتاعه القفص او حط لهم طاجن ولف لهم فيه قش. ما شاء الله هيحنوا هما الاتنين على طول، هيبتدوا ينظموا فيه ويرتبوا فيه لحد ما ايه ان شاء الله يبيضوا عندك وكده. في حاجه بقى حصلت امبارح اما واحد كلمنا على الواتس بيقول لي انا عندي جوز اليمام بتاعي لسه مش شاريه، ما بقالوش اسبوعين عندي ومستعجل على البيض بتاعه. انا عايز اقوله ما تستعجلش، ويعني ايه اصبر عليه، ويعني ايه وفر له كل الهدوء وكل الراحه بحيث اللي هو ايه يبيض ويشتغل عندك. اتفاجئت اول ما صور لي الجوز، صورهم لي ايه، لقيت النتايه نص ظهرها مفهوش ريش، والذكر جناحاته كده موقعه ريش. فانت قلت له اشتريتهم ازاي؟ قال لي الراجل قال لي دي في فتره القلش وهتلاقيهم يعني الريش هيطلع لهم على طول، وخد علاج اهو اديلهم كالسيوم بحيث ان انت ايه الريش يطلع لهم على طول ويظبط. قلت له ليه انت اشتريتهم؟ قال لي ما هو ما كانش غير عنده الجوز ده. طبعا يا جماعه يعني بحذركم اي حاجه انت بتشتريها لازم يكون زي كده ما شاء الله عليها ايه، ولا ريشه منتوفه ولا ريش من ظهرها واقع ولا دماغها واقع ولا كده. ده المشكله اللي عنده فعلا نقص كالسيوم. عشان كده اللي بحهم له اداله كالسيوم مع العلاج. هو اشتراهم من محل يعني ربنا يسامحه، اللي هو اداهم له جزء ب 160 جنيه ومطوق زي ده. ما علينا هو حظه. وانا قلت له لو انت عرفت ترجعهم رجعهم له. طبعا القلش ده يا جماعه بيبقى باين من نقص الكالسيوم. القلش بيبقى في الدماغ وحوالين الرقبه
وممكن حاجة يعني يمام خفيف يوقع الريش بس ما يبانش اللي هو مقرعة خالص. لكن انا اللي شفته ظهره كله عريان، والذكر جناحاته كلها من عند الحتت الناشفة اللي قدام دي كلها واقعة، وعند حتة من دماغه. فده نقص كالسيوم رهيب طبعا، وعايز له صدف، وعايز له كالسيوم، وكالسيوم بيتنقط كمان في البق، مش اللي هو يتحط في المية بحيث ان انت ايه تعالجه على طول. وعايز يتكلف، يعني الحاجات دي كلها ممكن تأثر كمان على النتاية، ما فيهاش كالسيوم في جسمها، ممكن ما تبصش بعد ما تخلص كالسيوم، عايزها لها بقى بحيث اللي هو ايه جسمها يعوض كمية كالسيوم فيه. فيا جماعة خدوا بالكم لما تيجوا تشتروا اليمام، ما تشتروهوش وقع ريش خالص، بحيث اللي هو يعني القلش معروف والحاجة معروف، ولكن هتوقع ريش ده بيبقى ناقص كالسيوم. احنا جايين عايزين نفرح بيهم، يشتغلوا يبيضوا يطلعوا، مش اللي احنا لسه هنعالج. حصلت حالة عندنا ماشي معلش نعالج، لكن انا ما اروحش هجيب الحاجة واحطها عندي واستنى منها انتاج وهي اصلا مريضة او فيها عيب او فيها مشكلة. ما هي كده ايه مش حبيت عندك، ما عايزة تتعالج الاول. لازم تجيبوا الريش متستف، نعومية الريش، حجمه يكون كويس، يكون فايق في القفص، يكون مثلا ريش مظبوط بتاعه. لو في مثلا بتقلش ولا حاجة، احنا لسه في موسم القلش، هتلاقي البزابيز الريش ده بيبقى في وشها، في دماغها من فوق، حاجات خفيفة قوي في جناحها كده. بصوا يا جماعة النتاية عليها البيضة، وقربت البيضة بصوا بتبقى النتاية عاملة ازاي. هي مش كمشانة ولا فيها اي مشكلة، لا هي تعبانة من البيض. دي بتبقى ايه خلاص يعني ايه قربت، سبحان الله قربت ايه تبيض. ممكن خلال يعني ايه خلال ساعة ولا اي حاجة في وقت في الساعة كده ممكن ايه تنزل بيضة تانية، طالما نص واقفة نص واقفة اهي، مش واقفة كاملة ومحضرة كده واقفة على العيش، بحيث اللي هي ايه تقوم جاية بيضها على طول، وهي يعني ايه خلصانة يعني. هي ما فيهاش مشكلة وفي اي حاجة، بس هي ايه عايزة تبيض البيضة التانية. طبعا لما تيجي تعرف اللي فيها عايزة تبيض بتلاقيها كده، يعني ايه تلاقي مثلا جسمها ما شاء الله مليان ومعدتها مليانة، وتلاقي مسقطة جناحاتها، وعند ديلها كده الحتة القبة اللي ورا دي، الحتة اللي قبة اللي ورا دي عند ديلها، وتلاقي مسقطة ريشها، وتلاقي منزلة جناحاتها. يعني ايه بتبقى يعني ايه سبحان الله مش مستريح في حاجة يعني في جسمها. سبحان الله يعني هم متعودين على الحاجات دي طبعا، واكيد بيحسوا بألم برضك. سبحان الله عليهم. انزل يا عم دلوقتي، يعني مش قادرة. ودول ما شاء الله تمام لسه راقدين اهو كده تمام ما شاء الله، ودي برضك ما شاء الله راقدة اهي مفيش اي مشاكل. فاحنا يا جماعة عايزين كله يبقى عنده ما شاء الله كله راقد وكله بايظ كده. ولو احتجتوا اي حاجة قولوا لي، يعني احنا نتواصل مع بعض فون او واتس، بحيث لو في حد في حاجة ناقصاه حاجة نشوفها او نبينها. يعني انا ان شاء الله هيجي لي الرد النهارده بتاع الصديق اللي كلمني على اليمام ده، ان شاء الله يكون رجعهم، وان شاء الله هقول له بقى يجيب ازاي او كده، يبتدي ينقي ازاي، او مثلا عارف حد او نزل السوق اعرفه يعني كل حاجه، بحيث ان انت تجيب جوز اللي انت تاخد منهم. طبعا دي ما شاء الله مش عارف هي هتبيض دلوقتي ولا ايه. بصوا الخاتم بتاعها خلاص يعني هي بتجهز، عماله تلف كده وتلف كده، ممكن يعني واحنا بنصور تلاقيها باضت. طبعا هيبقى ممكن وممكن بصراحة. أنا ممكن تكون عايزة بيضة كمان دلوقتي. سبحان الله ربنا ييسر لها وننزل بيضة على الأمان. هنرجع لموضوعنا، بحيث اللي احنا ايه ننقي جوز اليمام المظبوط الشغال التمام، ريشه المظبوط وكل حاجة. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. في اي حاجة في اي سؤال اكتبولي في تعليق، تواصل تليفونيا او واتساب مفيش اي مشاكل. متنسوش طبعا اللايك والشير والاشتراك في القناة. بشكر كل واحد على التعليق الجميل، وعلى اتصال تليفونيا، وعلى التواصل ما بيننا بكل احترام طبعا وذوق. واشكر الناس جميعا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.